السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا مع لمسات السحرية. بسم الله على بركة الله. هنا طبعا الفيديو متأخر، ولكن حبيت نشارك معكم وصفات اللي عملتهم اليوم أول رمضان. الطريقة اللي كنعملو بها وصفاتنا، طبعا كل بيت ولو نكونوا يعني ولاية واحدة، ولكن كل بيت طريقته، يعني كل امرأة وطريقتها. صراحة كل عائلة والذوق نتاعهم، يعني ما نكونوا حنا نطيبوا، ولكن حنا نمشيو على حساب العائلة نتاعنا، ولكن الطريقة الأصلية نتاع بكري. هنا بديت بريمة نتاع الفريك اللي راهي السنة هاد العام ما شريتش صراحة، وراهي مشكوكة، ربي يستر برك تخلينا كانش نهار بلا فطور. هنا جاب لي يمكن نص كيلو تاع اللحم ولا كيلو مانيش عارفه. فيه الشحمه اللي تصلح للفريك. الفريك حنا الشرق الجزائري، خاصه ولايه جيجل. احنا بالضبط ما نحطوش فيه الحميصه، كاينين مام الشرق سنطينه ولا يعني كاين يعني بعض الولايات يخدموا الفريك ويوضعوا له الحميصه. احنا ما نوضعوش فيه الحميصه، احنا الفريك نتاعنا يعني فيه اللحم الخروف، ويعني اللي يقدر. طبعا انا نهضر لكم يعني على الفريك الاصلي. وضعوا له الزيت والزبده، نقليو. ها هو انا حطيت يعني قطعه نتاع لحم الخروف، هذيك اللي فيها العظم، وهذه تاع البقري، يعني اللحم البقري وفيها الشحم. نقلو اللحمه وحدها، يعني اللحم نقلوها وحدها مع الزبده والزيت مليح مليح، ومن بعد نرحو البصل نحطوه، ونزيدو بعد ما يتقلى البصل مليح مليح يذوب، باش نزيدو نرحو طوماطيش حبه ولا حبه ونص. نزيدو نرحوها ونحطوها، ولكن انا باش نقص بالوقت حطيت الطماطم والبصل في بعضهم، ونعطيها وقت مليح مليح باش يعني تتقلى مليح مليح. هنا ها هي بعد ما تقلات اللحمه نتاعي، هذيك البنه اللي طلقها هذيك هي اللي تكون لنا في لاصوص، تكون لنا في المركه. بنه مميزه. لهنا دروك نزيد نرجع البصل حتى يتقلى مليح مليح، حتى تقريبا ينشف من السوائل اللي فيه. من بعد نزيد نضيف طبعا الملح، راس الحانوت. نحط حبه جنبو. الثوم، يا كاينه الثوم مصبره، يعني انا عندي الثوم اللي خدمتها من قبل، عندي الثوم بودره خلاف يعني. وضعت تابل، تابل اللحم. هادو هما طوماطيش، ملعقه طوماطيش مصبره وحبه طوماطيش. الملح حسب الحاجه طبعا. هادو في القليان، يعني بعد كي نبدا نقليها الماء نتاعي يكون يطيب وحده، يعني يغلي، حنا هنا نقولوا يغلي. بعد ما تقلى لمدة 4 ساعة ولا، يعني نحسوها باللي تعسلت، هذاك البصيلة دابت، كل شيء تكون مقلية على حقها وطريقها. نمركوها بهذاك الماء طايب. بعد ما نحسوها زاد تقلبت زوج، يعني تبقى 10 دقائق ولا، نجيبو فنجان فريك في 3 لترات ماء. نغسلوه يطلعوا هذوك الشوائب وهذاك، يعني فوق الماء نغسلوه مرة ولا زوج، ونلوحوه في الفريك نتاعنا. ها هو ضروري حتى نمركو. كاين اللي يحطوا الفريك وهما يقليو ويلصق لهم، وتكون ريحة الحريق هذيك تهرب سعيد من بعيد كما يقولوا. حذاري خاصة المبتدئات حتى تمركي. انا بديت مركت، حطيت الدفعة الاولى باش حطيت الفريك، ودروك الماء مازال يغلي يعني. وهنا حتى يغلي، ها هو يعني باللي راهو غلي مليح مليح. علاه باش يدي لي الوقت يطيب مدة طويلة، يعني باش يتعسل يدي حقه من الطياب. وخليت الفريك نتاعي راني رجعته لهيه خلاص، يعني ما عندي ما نزيد. نوضع له اوريكا رند في الاخر، ونوضع له خلاف المعدنوس في الاخر. هذا هون. هنا جبت لي زبا نتاع الدجاج اللي غسلتهم نقيتهم، رايحه نقليهم نخدمهم مع البطاطا مقليه، يعني تقريبا كيما شطيطها بطاطا هكا.
ها هما قليت اليابسين الساع. شوفوا بعد ما تقلاو نزيد نحط عليهم الكبده نتاع الدجاج، ها هي نزيد نعطيهم وقت مليح مليح. هنا حطيت لهم التابل الدجاج والملح فقط. بعد ما تقلاو مليح مليح شوفوا تعسلوا، نهز هذيك الكبده نتاع الدجاج. انا ما نبغيهاش يعني طيب في لاصوص، يروح لها هذيك البنه المميزه. نخلي غير القلب والكوانس اليابسين يعني. هذيك نهزها من بعد كي نوضع البطاطا نتاعي نحطهم فوق الصحن، تبقى هذيك البنه مميزه. واللي ما كديرهاش جربها. هنا رحيت حبه بصل كبيره، عندي الثوم، عندي حبه طوماطيش، وضعتهم تقلاو مع هذوك الكوانس، ومرقت بزوج كيسان ماء، وضعت ملعقه طوماطيش مصبره. هنا اللي يحب الحرور يحط فلفل عكري حار، واللي يحب الحلو يحط حلو. هنا قطعت البطاطا نتاعي مكعبات وقليتها وحدها، ومن بعد وضعتها في هاد الصلصه نتاعي. هنا كدوزيام بلا يعني. هنا بعد ما لقيتها طابت، جبت زوج بيضات عرب طبعا، وجبت نوضعهم فوقها، وجبت قطع من الجبن. جبت الجبن يعني الجبن اي نوعيه عندنا، لان الجبن يزيد لنا بنه في هاد الوصفات. شوفوا لهنا كيفاش راهي تكتك. هذه تصلح اللي عايشين وحدهم، والو رجال يعني يكون يطيب وحده، ولا يعني مبتدئه تجي سهله مميزه يعني بنينه ما شاء الله. شوفوا لهنا يعني اللي يبغوها هكا تغمس يخلوها هكا قبل ما تشرب هاد لاصوص نتاعها، واللي يبغوها ناشفه انا نحبها يعني تقريبا ناشفه صراحه. شوفوا كيفاش معسله مع مفرمجه ما شاء الله. لهنا ها هي كيفاش. دروك نزيد نغلق عليها ونرجع نوجد الشلاضه طبعا. هنا الفلو البنت نتاعي اللي خدمته صراحه في رمضان يعني نكونوا نجرو 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 وما نوصلوش، يعني خاصه اللي تكون وحدها الكوزينه راهي غوله غوله صراحه، من اصعب يعني وحده تكون وحدها ماشي سهله. هنا شوفوا هنا انا الولد يحبو ثقيل والزوج نتاعي يحبو خفيف صراحه. الزوج تاعي درت له لاصوب، وحنا درنا الفريك. هذه هي الطاوله البسيطه المتواضعه. هنا يعني كي بديت هنا تشوفوا لي شحال الخبز هذيك المسوس يجيبوا الزوج نتاعي ليه. يعني انا اليوم فين هذه انا نخدم في الفيديو تاني رمضان، اليوم فين خبزت المطلوع. هنا شوفوا كيفاش عاكد ثقيل بنين ما شاء الله، يستاهل فمكم يعني. والثقاله والخفه في يدنا، نقدروا نخفوا نزيدوا له نغلوا الماء يعني نزيدوا له كميه نتاع الماء اكثر، ونقدروا نكسو الفريك. هنا هي الشلاضه بسيطه، قلت لكم طاوله البسطاء الفئه المتوسطه. هنا شاركت معكم برك وصفاتنا. البورك انا كي نخدم دوزيام بلا هكا يكون فيه البطاطا ويكون ثقيل، ما نخدمش البورك يوم بيوم. البورك ما نخدموش يوميا، يوم الثاني يوم باش ثاني رمضان باش خدمت البورك. هادو هما وصفاتي، هذه هي طاولتنا المتواضعه. انا نقول لكم في امان.